يا صباح الفل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هيكون كده الفلوج السابع، فخلينا يلا نكمل. الله 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 الله. الفكرة ان انا خدت ورك اوت وبدأ يخليني اهرش وبشرب قهوة، فحرفيا اخش انام. فيلا بينا نتمرن. انا مش عارف الساعه زومت لوحدها. تمرينة النهارده هتبقى ورايا بوش النهارده، فهنكسر الدنيا. ثواني كده نبعد دي كده، بس كده حلو. لاعب من غيري ينفع الكلام ده؟ اقسم بالله ما ينفع والله. الراجل ده مش كويس. انا بدي اعمل يوتيوب شانل واضرب له اليوتيوب بتاعي. الساعه فاضل بالظبط 6 دقايق. يا جدعان طبعا صاحبنا صار يصور من غيري عشان حس ان انا هسرق شغل. طيب دايما كل ما تحس ان انت نفسيتك زي الزفت، حاول بقدر الامكان ابعد عن اي حاجه انت محتاجها دلوقتي. انا مثلا على سبيل المثال، انا وقت ما باجي اتضايق انا ببقى عايز سكر، ببقى عايز اكل سكر ومش قادر، هموت واكل سكر. السلام عليكم. انا ببقى عايز اكل قدر الامكان هات لي سكر. ولكن الموضوع ده لما بدات امشي وراه، الموضوع ده جه عليا بزياده، ان انا خزنت ميه، نفسيتي بقت وحشه، بقيت متعود على شيء زي ده ان هو يخرجني من المود. في دبانه هنا رزله قوي لازم تشاركني في اي حاجه. كنت دايما بعمل اللي انا عايزه في وقتها، ولكن في اوقات اللي انت عايزه بيبقى مضر. الخلاصه من الكلام ان في ناس كل ما بيتضايق بيبقى عايز ياكل كتير، كل ما بيتضايق بيبقى عايز سكر. تمشيش ورا الاحساس اللي داير في بالك ده دلوقتي، لان هو مش هيفيدك، بل بالعكس هيضرك على المدى البعيد مع تكرار. كتكوت يا كلب. وطبعا القفله المعتاده ان انا اكون في الجيم وفجاه ابقى في البيت من غير اي مقدمات. ولكن طبعا زي ما انتم عارفين المساحه بتتملي، الموبايل بيفصل، فكل الكوارث دي بتتم، ولكن مش في بالنا خالص. المهم ان احنا نكمل في ان احنا ننشر الحاجه اللي احنا بنحبها. انا هنا في البيت عشان عايز اتكلم على موضوع مهم، والموضوع ده استوقفني مؤخرا، فانا بتكلم باستفاضه، بتكلم من غير سكريبت، من غير اي حاجه. طيب الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه، وهو اتكلمت فيه كتير، ولكن بحاول بقدر الامكان كل ما اجي اتكلم فيه افكر نفسي بالموضوع ده، وهو انت ليه ابتديت وليه ما زلت بتسعى في حاجه مش شايف منها نتيجه. وطبعا زي ما انتم عارفين انا دي حاجه بحبها، انا بحب اصور وبحب امنتج، فدايما ببقى مستني نتيجه تعبي اللي انا بقدمه ده، ان الاقي مثلا فيوز او الاقي الحاجات دي. لان لو انت ما لقيتش منها نتيجه بعد شهر، شهرين، سنه، سنتين، هتكتئب ومش هتكمل في اللي انت بدات فيه. طيب وانت يا عم الشناوي بتبص لها ازاي؟ انا عن نفسي ببص لها بان دي حاجه بحبها وبحب ان انا استمر فيها. طول ما انا ببدع فيها بحب وشغف هلاقي ان فعلا النتيجه تستحق التعب اللي انا تعبته ده كله. فانا صابر على الموضوع وسايبه يستمر ومكمل زي ما انا بصور فيديوهات وبمنتج وبعمل كل الحاجات اللي انا بحبها. لازم تستمر رغم نفسيتك الوحشه، لازم تستمر رغم ظروفك، لازم تستمر رغم اي حاجه بتحاول ان هي توقفك على ان انت تكمل. في اللحظه اللي زي دي والله العظيم فعلا انت بتقع مدى الحياه،
لان في اللحظه اللي زي دي ممكن يبقى ربنا فاتح لك باب رزق كبير نتيجه تعبك اللي انت تعبته ده. حاول تستمر واوعى تيأس، وبس كده. سلام.